السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. زيد السيح يا زين. شحال هادي ما درنا فيديو. زدنا الاوزان، عندنا 4 يباقطوا الباقه دوك البوكسات عرفتهم شفتوهم. الموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه بديت نحيد النظر دوك نقول مالي انا دايخ مازال ما فطر مازال ما غدي. الموضوع اللي بغيت نهضر معكم ديك النهار قلت لكم نعاود القصه ديال واحد السيد ونسيت، شغلت فيها انا يلاه تفكرت اليوم. الا بغيتي دير واحد المشروع، بغيتي دير واحد المحاوله ديال انك تجلب الرزق ودير عمل حر، ماشي اول حاجه تفكر فيها هي المحل وتمشي تخسر فيه الفلوس. هذا بزاف الغلط كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس. كنعرف شي اصدقاء ديالي دابا شي عامين ديالهم ما شحال وهما كارين واحد المحل ب 6000 درهم كيخلصوا الكرا باش ما يمشيش لهم المحل ومازال ما بداو فيه حتى شي مشروع. وكاين واحد السيد مشى شد واحد المحل وكيخلص فيه 2000 درهم للشهر، دابا 5 شهور مليون ومازال ما دار والو، مازال ما بدا، مازال ما حط فيه التاجيرات، مازال ما حط فيه السلعه، مازال ما جمع السلعه، مازال ما دار والو. لذلك هذه من الاغلاط اللي كيديروا بزاف ديال الناس. انا اللي ندير واحد المشروع، شنو الحاجه اللي غادي ندير؟ الا بغيت ندير انا واحد المشروع غادي نمشي اول حاجه ندير دراسه لذاك المشروع اللي بغيت ندير انا، الفئه المستهدفه، راس المال اللي عندي ديال الفلوس، راس المال ديال العلاقات اللي عندي، لا من الناحيه ديال المورد ديال الموزع اللي يجيبوك، لا من الناحيه ديال فين غنصرف هاد السلعه هادي. هادو رؤوس اموال مهمه جدا، العلاقات وراس المال ديال الفلوس وراس المال ديال الثقه. الا عندك شي ثقه وعندك شي سمعه طيبه هادو كله كيتسمى راس المال. وكدير دراسه لهذاك المشروع اللي بغيت دير انت. الدراسه راه مهمه جدا. الدراسه راه ماشي ضروري تجيب مهندس وتجيب كذا ومخططات والتخطيط وتواصل مع المندوبيه وتواصل مع كذا، ماشي ضروري هذاك هو الدراسه. الدراسه هي انك تسول الناس. شوف ديك البلاصه اللي بيدير فيها انت المشروع، ديك المدينه بيدير فيها، هذا كله كيتسمى دراسه. اما تسمع دراسه وتخلع وتدهشر تقول مع راسي فين ندير هذه الدراسه هذه، راه فاش كيسولوا كذا، فاش كتجي التليفون وكتبقى تسول هذا تسول هذاك، بحال كدير واحد الدراسه، كتجمع معطيات، كتجمع معلومات، هذه هي الدراسه. ثم ديك البلاصه اللي دير فيها داك المشروع انت واش صح ليك، واش بيديروا انت في الواقع ولا بيديروا في المواقع، واش بيديروهم بجوج، راه كل حاجه والطريق ديالها. وكتشوف المورد اللي غيجيبوا لك السلعه، وكتشوف الفلوس ديالك انت شحال عندك ديال الفلوس. سبق قلت لكم مثلا واحد المشروع غنديرو انا غيتقام عليا مثلا بجوج المليون مثلا ديال راس المال ديالو بالاصلاحات بكلشي، خاص تكون عندي انا يستاهل المليون. 2 المليون غنقاد بها المحل ونصلح بها ونجيب السلعه ونحط فيها السلعه، و2 المليون باش نروج القضيه. جا عندي واحد مثلا جبت مثلا انا املو ما فقط، جا واحد قال لي بغيت العسل، منين نجيب العسل؟ نرد املو المولاه ونمشي نجيب العسل ندير العسل؟ لا، كتكون 2 مليون تروج بها شي منتوج نسيتيه باش ترد لنا الصرف. شي حاجه بانت لك سالت لك مثلا ومازال ما تخلصي فيها، ولا يلاه الفلوس هي في الطريق مثلا بحال شركه توصي كتعطلوا واحد شويه باش تجيب الفلوس، تبقى واقف، ما يمكنش تبقى واقف. دوك 2 مليون كتروج بها الاخرى، والثلث الاخراني كتقسم الفلوس على 3. الثلث الاخراني هذاك هو السكور، هذاك هو المروءه ديالك، هذاك هو الكرامه ديالك، هذاك هو العزه ديالك، باش ما تمدش يديك. لان المشروع بيد الله، ممكن ينجح ممكن يفشل. شركات كبرى ودارت فايت، فاش دير فايت ما تمشيش تطلب وتسعى، تلقى عطيني واحد البركه تدبر بها راسك. حاجه اخرى عاوتاني، مثلا انا بندير واحد المشروع بنكري واحد المحل، اقل حاجه خاص يكون عندي الثمن ديال 6 شهور ديال داك المحل اللي غادي نكري. علاش؟ باش ما نتمردش، باش ندير التوقعات ديالي. مثلا واحد المحل مثلا ديال 2000 درهم، خاص يكون عندي انايا واحد 12000 درهم حاطه ديال الكرا هذه. ماشي انايا كل شهر كنتقاتل كنحيدها من الصالير ديالي، ولا كنطلب الناس، ولا كنمشي كنتسلف، ولا كنتكلف. كتبدا المشروع ديالك متعثر، ما غنقولش لك غتفشل، حتى واحد ما غيقول لك انت غتفشل، ولكن هذه بدايات ديال الفشل، وهذه العلامات ديال الفشل. ولكن راه ممكن الله عز وجل يبارك لك ولا يوفقك ولا يصيفط لي يعاونك ولا كذا، داكشي كلشي ممكن. لكن انا كنقول لك دابا انا الامور اللي هي تمشي فيها، قال لك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابس. هذه قال لها على المتنبي من زمان ان السفينه لا تجري على اليابس، ولكن جا واحد الزمن والسفينه مشات على اليابس. فعادل محمد الفاتح واش ما جروش السفن فوق الجبل باش يفتحوا القسطنطينيه؟ ها هي مشات. ولكن فاش كتقول مطلقا لا، ما يمكنش، الله عز وجل هو اللي عارف. ولكن الا جي قلتي شي واحد واش السفينه كتمشي في الماء ولا كتمشي في البر، يقول لك كتمشي في الماء. داكشي كنقول دابا حنا الطريق اللي غتمشي فيها هي هاد الامور هادي. ديك الساعه اخر حاجه كتبقى لك هي انك تمشي تاخذ المحل، توجد لك لي فورنيسور ديالك، توجد السلعات، توجد كلشي عندك ساعات تمشي للمحل وتحط فيه الفلوس ديالك. ماشي انت تبدا بالاخر، كيمشي واحد كيمشي كيشد المحل هو الاول كيبدا يضيع فيه الفلوس. هذا غلط، وانت غادي تضيع وتضرب مده وانت كتخلص ديك الفلوس نديتها فيك ديك الفلوس. انت مثلا ما بديتي والو كتخلص للمنظر الكرا. تخيل معايا 3000 درهم من الشهر، كل شهر هما تيخلصوها غير باش انهم مثلا بيديروا فيها مشروع مازال ما تيسرش مده من الزمن. دابا كيستغلوا في امور اخرى، ولكن ديك 6000 درهم الا ما كان يجيب لك المحل راه كتضيع فيها انت وصافي. نتمنى ان الفكره تكون وصلت. والسلام عليكم ورحمه الله.